بالعيون نظمت الهيئة الوطنية للشباب الدبلوماسي للترافع عن القضايا الوطنية ندوة علمية حملت عنوان الشباب وذاكرة الجنوب القضائية المرحوم بشرى العتيق بوصولة. نموذجا الندوة أطرها ثلة من الأساتذة والباحثين ويقربنا من محاورها أكثر. ريبورتاج محمد لمين القارح ومحجوب كزيزة. ندوة تأتي في إطار البرنامج الوطني لإحياء ذكرى الرجالات الوطنية، إذ اختارت الهيئة في هذه النسخة المرحوم بشرى العتيق بوصولة نموذجا. المرحوم والذي بصم على مسار حافل ومتميز داخل أروقة قطاع العدل بوصفه أول وكيل ملك وقاض بالأقاليم الجنوبية، وكان أيضا عضوا بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، هذا إلى جانب كونه كان فاعلا سياسيا. الندوة ومن خلال مداخلات وعروض عدد من الأساتذة والباحثين سلطت الضوء على المسار الزاخر للمرحوم، مبرزين أيضا الخدمات الكبيرة التي قدمها طيلة حياته. اليوم الحمد لله نحتفي بأحد الوكلاء قاضي المملكة المغربية، هو القاضي بالأقاليم الجنوبية المرحوم بشرى العتيق بوصولة. هذه الشخصية الفذة الحقيقية، أحد أعيان القضايا الصحراوية، الشخصية التي راكمت مسارا حقيقي وتاريخي في مجال القضاء، واليوم نحتفي به نحن كشباب كابناء هذه الأقاليم كقدوة شبابية مستقبلية، ونأخذها على عين الاعتبار من أجل استمرار في إطار هذا البرنامج. الحمد لله التكريم كان زين وكبير، وجاوا فيه ناس وشيوخ وأعيان ورؤساء مصالح، وجات ياسر من الناس اللي الزينة تبارك الله، وقالوا ياسر من الكلام الزين في حق المرحوم اللي كان يستاهلوا. المرحوم الحمد لله كان أشهر من نار على علم، الناس كاملة تعرفوا بخلقه الزين الرفيع ومبادئه مع الناس كاملة، مع القبائل كاملة. الندوة الوطنية والتي حملت شعار الشباب وذاكرة الجنوب القضائية المرحوم بشرى العتيق بوصولة نموذجا، شكلت فرصة للشباب والمهتمين للوقوف على مسار شخصية أفنت حياتها في خدمة الوطن بكل تفان وإخلاص وروح مواطنة حقه.